كل شيء بدأ في المنفى، في مقاهي العمال البسطاء في باريس. في العقد الثاني من القرن العشرين اجتمع جزائريون وتونسيون ومغاربة، رجال جاءوا من الجنوب يستغلون في الشمال، ولكن الحلم كان واحدا: تحرير شمال أفريقيا. فأسسوا جمعية النجم الأفريقي الشمالي، حركة ثورية غير مسبوقة، جزائرية في جذورها، شاملة في رؤيتها، وعلى رأسها مصالي الحاج، ملهمون بأفكار الأمير خالد ومدفوعون بحلم واحد: شمال أفريقيا للشعوب الأصلية. في منشوراتهم وخطبهم اسم واحد كان يردد: عبد الكريم الخطابي. في جبال الريف كان يقاوم الإمبراطوريات وحده. في عام 1921 هزم الإسبان في معركة أنوال وأذلهم أمام العالم. ولكن عبد الكريم لم يكن طامعا في العرش، بل أعلن الجمهورية الريفية، أول جمهورية حديثة في تاريخ شمال أفريقيا، دولة بدستور وحكومة وجيش ورؤية واضحة. لا نريد سلطانا، نريد شعبا واقفا. ولكن هذا الحلم أفزع القوى الاستعمارية. في عام 1925 فرنسا تعلن الحرب، والأسوأ المخزن المغربي التابع لفرنسا يرسل جنوده لمحاربة إخوانهم الريفيين. أقاتل وحدي ضد 3 جيوش، ولكني أقاوم. ل5 سنوات صمد بالمجاهدين والفلاحين ضد القنابل والغازات والخيانة، وعندما استسلم لم يكن ضعفا، بل لإنقاذ شعبه من الإبادة. نفي إلى جزيرة لا ريونيون، ثم استقبل في القاهرة، فأصبح أسطورة حية وملهما لكل الثوار. دعم جهاد الجزائر ووحد أصوات شمال أفريقيا. لم يكن ملكا ولا قاضيا ولا جنديا في جيشهم، ولكنه كان صاحب حق، والحق لا يموت. فكل ما حلم به النجم الأفريقي الشمالي وكل ما أعلنه عبد الكريم يبقى وصية في أعناقنا.